بسم الله الرحمن الرحيم. في الرسالة دي إن شاء الله رسالة لكل امرأة تركت بيتها وراحت عند أهلها وخدت ولادها أو سابت ولادها عند زوجها عشان تأدبه، عشان تربيه. يا عبيطة، رد لبيتك، وإن قدموا لك ومدوا لك يد الصلح اقبليها وتقبليها وسارعي فيها. هذا ليس عيبا ولا تنازل عن كرامتك. ازاي تروحي وتبعدي عن ولادك وهم قاعدين؟ مين يفطرهم ومين يسحرهم ومين يسرح لهم ومين يذاكر لهم ومين يأكلهم؟ طيب انت خدتيهم معاك عشان تحرم ابوهم من مين هيصرف عليهم؟ ابوكي ولا اخوكي ولا انت؟ تطلعي تشتغلي في محل فراخ ولا اشتغل عند الناس وانت معززة مكرمة في بيت اهلك؟ يا جماعة، يا بنتي، والله اللقمة الحاف في بيت زوجك، بيتك انت احسن من لحم النعام عند اهلك. لا اقول ذلك هم هيملوا بيكي ولا لا، دي مملكتك. انت سايبه مملكتك ورايحه فين؟ انت تقولوا لا انت عايز تمشي، انت امشي. انا مش ماشيه من بيتي، مش ماشيه من حضن ولادي، من عش ولادي. تحن على ولادك وتحن على بيتك. وكمان اتقي الله في زوجك في وسط الظروف الصعبة والحياة الشديدة شديدة البأس على الناس. مشي على جده ومشي على جدكم، طبطبوا على بعض يا ولاد. الحياة صعبة، الحياة صعبة والله. ما طبطبتوش على بعض وحنيتوا على بعض الدنيا هتاخدكم في مضمار كبير. السفينة هتغرق، ولو غرقت هتنزل في بحر عميق 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 لا يستطيع أحد أن ينقذها. يا بنتي والله لفظ مطلقة وقح جدا، مش وقح يعني فيه لا، لكن أحيانا الطلاق يكون كتدخل الجراح في ناس لا تستأصل إلا بالطلاق ولا يزيل همها إلا بالطلاق. ماشي، واحد بيشرب مخدرات، واحد بيزني، واحد يعني بيرتكب الفواحش، واحد بيهين مراته ليل نهار ليل نهار. لا، لكن انا بقول لك طالما ان في هو عصبي شويه ومراتك بردك عصبيه شويه، الناس تحمل بعضها. وبقول بردك للزوج لا يفرق مؤمن مؤمنه، ما يكرههاش. ان رضي منها خلقا او سخط منها خلقا رضي منها اخر. عصبيه بتتنرفز لكن ما بتسرقش، ما بتزنيش، ما بترتكبش الفواحش، محافظه على بيتك، منظفه اولادك، محافظه لك على حياتك، محافظه لك على امور حياتك وبيتك وعرضك وشرفك. عايز ايه؟ وانت عايز ملاك من السماء؟ انت مش ملاك. وانت يا بنتي انت عايزاه ملاك؟ ما هوش ملاك، هو بشر بيصيب ويخطئ. طب انت عارفين والله العظيم، والله العظيم لو انت اتطلقتي مش هتلاقي عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب ولا سيدنا ابو بكر مستنيكي يجيلك تاني يوم. وانت لو طلقت زوجتك مش هستنى السيده فاطمه ولا سوى في طهرها وعفافها ولا السيده مريم هتلاقوهم في يعني مستنيين. انت هتلاقي في عفافهم واحترامهم وملكهم ده. لا يا حبيبي، كونوا واقعيين وطفطفوا على بعض ولموا بعض ورجعوا المياه لمجاريها، تسلموا وتغنموا، وكل عام وانتم بخير.